واش كتعرف أنك ممكن تخسر كل شي بسبب هذا الخطأ الكبير؟ سلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد ومتجدد من قناة رادار. قبل ما ندخلوا في التفاصيل، حنايا بغينا نوصلوا ل20,000 مشترك، وهذا الشي ما يمكنش يتحقق بلا الدعم ديالكم. نتمنى نشوف كل واحد منكم ضاغط على زر الاشتراك باش نكملوا هاد المسيرة مع بعض في الأيام القليلة الجاية، ونوصلوا الرسالة ديالنا النبيلة لكل من كيهم الأمر. واش تخيلتوا معايا أن المنتخب المغربي لكرة القدم ما كسرش غير الأنف ديال قطر في هاد التظاهرة الرياضية، بل هشموا تهشيما؟ قبل ما تبدأ هاد الكأس شفنا حملة شعواء على مواقع التواصل الاجتماعي واللي تبين أنها قطرية، كتروج باللي التألق ديال المنتخبات المغربية ما هو إلا طفرة عابرة، وأن المنتخب المغربي ما غادي يدير حتى شي حاجة في كأس العرب. بدات الدسائس والمؤامرات من أول ما وصلوا اللاعبين ديالنا، محاولين يشتتوا الأفكار والتركيز باش نخرجوا من الأدوار الأولى، لكن نية العمى في عكازو. احنا فزنا وضربنا لهم كل شي في الزيرو، وهما اللي تقصاو. هادشي دليل قاطع أن الإرادة الإلهية مع الحق دائما. الانتصار ديال المنتخب المغربي ما هو إلا تكسير وتهشيم للأنف القطري اللي راهن على إقصائنا. احنا يا مغاربة نؤمن بالروح الرياضية، ونعرف أن لا يصح إلا الصحيح، وفي باقي المباريات غادي نكسروا ونهشموا أشياء أخرى بإذن الله. تخيلوا معايا النظام العسكري الجزائري اللي قضى 50 عام وهو كيستهدف الوحدة الترابية ديال المملكة المغربية وأنشأ كيان وهمي، اليوم كيجرع سم الانفصال مجبراً. مجرد ما تم الإعلان عن استقلال ذو طابع سياسي رمزي لجمهورية القبائل الفيدرالية، تحرك النظام الجزائري بالخوف والرعب. شفناهم كينشروا لافتات وكيجيبوا شاحنات عامرة بالرايات الجزائرية، وكيفرضوا على الناس يعلقوها في المحلات، خصوصا في مدن القبائل. لكن الناس ما عجبهمش الحال، وهذه رسالة واضحة أنهم ما باغيينش هاد الشي. جريدة فرنسية معروفة جورنال دو ديمانش خرجت بمقال تحت عنوان رجوع إلى الوراء، كتأكد أن حكومة استقلال جمهورية القبائل ستعلن استقلالها عن النظام الجزائري. هذا درس لكل من يحاول يكسر أبواب ونوافذ الناس الزجاجية في وقت بيته كله من زجاج. النظام العسكري الجزائري اللي كيبحث على أي رئيس أو مسؤول رفيع المستوى باش يزور البلاد ويثبت أنه ماشي معزول، جاب الرئيس ديال سلوفاكيا. بعد اللقاء خرجت القنوات الجزائرية وادعت أن سلوفاكيا دعمت تقرير المصير للشعب الصحراوي. هادشي وصل لسلوفاكيا والرد كان قاسما. الحكومة السلوفاكية خرجت ووضحت الأمور نقطة بنقطة، ونشرت بالدليل القاطع أنها لم تتحدث أبدا عن كلمة عندها علاقة بالصحراء المغربية. هذا النشر كان بمثابة صفعة قوية للرد على أكاذيب النظام العسكري الجزائري، وحفاظا على علاقاتها مع بلد صديق ووازن بحل المملكة المغربية. الانتصار ديال المملكة المغربية بتسجيل وتوثيق القفطان المغربي كتراث مغربي لا مادي، فن، مهارات وحرف، هو حسم نهائي للقضية. التوثيق الجديد يحمل اسم القفطان المغربي، وهذا الشيء يعني أن القفطان مغربي أصيل وممكن يكون منتشر في بلدان أخرى بحال السعودية والإمارات، لكن دائما الأصل دياله مغربي ويصنع في المملكة المغربية. منذ الإعلان عن الخبر، النظام الجزائري كيحاول يصنع لنفسه انتصار من لا شيء، مدعين أن القفطان موحدي وجاء من الجزائر، لكن الحقيقة ما كتغيرش، لا يصح إلا الصحيح. اليوم أي محاولة لنسبة القفطان للجزائر أصبحت ممنوعة، والدعاوي القضائية تنتظرهم. الجديد هو أن النظام الجزائري طلب من لجنة اليونسكو باش يديروا جوج ديال التغييرات على ملف مسجل عندهم قديم، وهما يضيفوا كلمة القفطان التلمساني وارتداء القفطان. هادشي كيدل على الغباء ديالهم. أولاً كيعترفوا أن تلمسان هي امتداد للمملكة المغربية. ثانياً ملي كتقول القفطان المغربي راه ارتداؤه في أي بلاصة في العالم مسموح به وما عدناش مشكل. الأمر أصبح من الماضي، القفطان مغربي والبكرة ضربت والتور دامالي. بدأ بعض الجزائريين يفيقوا على حقيقة أن الحديث على تجريم التطبيع مع إسرائيل ما هو إلا هرطقات وبروباغندا لا أقل ولا أكثر. هذا بعد ما اكتشفوا منتوجات وقطع صناعية إسرائيلية في الجزائر مكتوب عليها صنع في إسرائيل.
هذه المنتوجات ما كتدخلش عشوائياً، بل كتدخل بترخيص من الجزائر بعد المرور على الوزارات المعنية. وبالتالي فمسألة الممانعة ونحن ضد إسرائيل ما هي إلا كذبة كبيرة. هاد شي كيثبت أن كل ما يقال عن الممانعة ما هو إلا سلاح دعائي للاستهلاك الداخلي. وفي الختام كنتمنى وتكون هاد الحلقة نالت إعجابكم. المسيرة مازال طويلة والأخبار مازال كثيرة. إلا بغيتوا تعرفوا أكثر على قضية القفطان المغربي وتفاصيل التوثيق، ولا بغيتوا تشوفوا الردود القوية ديال المغاربة على الدسائس، يمكنكم تشوفوا الفيديوهات اللي غادي تظهر على الشاشة. وداعاً وإلى لقاء قريب إن شاء الله.